أهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا. بتبدأ قصتنا مع لعبة يونج ريسي، لعبة جديدة تم إطلاقها وقدرت تحقق نجاح شاسع وبقى يلعبها ملايين من الناس. وفكرة اللعبة دي إنك بتختار شخصية من اللعبة تعيش بيها في اللعبة وتعمل مهمات وتكسب أسلحة وغيرها. وبعد كام سنة زي أي لعبة بدأت تسقط والناس بتسيبها بالتدريج وتروح تلعب لعبة تانية، لحد ما جه اليوم اللي هيتم فيه إغلاق سيرفرات اللعبة وإيقافها للأبد. وفي اللعبة كان في مملكة نياريك مؤسسة 12 شخص من سنين وبقت قوية، والعنصر المشترك بينهم إنهم كلهم مختارين شخصيات مش بشرية، بس هم كلهم بدأوا يخرجوا من اللعبة لحد مش بيفضل غير 2 بس موجودين، رئيس المملكة وهيرو المساعد بتاعه اللي بيقول إن عنده شغل بكرة ومش هيخرج من اللعبة. وبيقولوا إنه يقابل مونومونج في لعبة تانية لأن خلاص اللعبة هتتقفل بعد ساعة ونص. وفضل مونومونج لوحده حزين عشان كل اللي بناه هو وأصحابه هيروح، وراح يشوف السلجان اللي صنعه سلجان أسطوري بيجمع كل عناصر الطبيعة. خرج وشاف شخصيات اللعبة اللي أصحابه صنعوها، كل صاحب صنع 1 أو 2 وقائدهم اسمه البيتي، وشخصية قوية جدا لدرجة إنها أقوى كتير من اللاعبين الحقيقيين. أمر كل الشخصيات إنهم يجروا وراه لحد ما يوصل لعرش المملكة، فقعد عليه وقعدوا الشخصيات وأمرهم إنهم يركعوا قدامه. وبيشوف إعدادات شخصية البيدو اللي عملها صاحبه تومولو، وخلى صفة من صفاته إنها عاهرة، فقرر يحافظ على الأخلاق وغيرها من عاهرة وخلاها تحبه. وفضل مستني العد التنازلي لانتهاء اللعبة اللي فيها طل السيرفرات هتتقفل والمفروض هيخرج تلقائي للعالم الواقعي، فغمض عينيها واستنى العداد يبدأ 54321. بس العداد بدأ يعد من الأول بس تصاعدي، ومونامونج فتح عينه مش فاهم ايه اللي حصل وهو ازاي لحد دلوقتي ما خرجش. وحاول يكلم الدعم الفني بس ما حدش بيرد، وبيكلم اي حد من اللعيبه اللي ممكن يكونوا قريبين منه بس ما حدش بيحاول يفتح. بس برضه مش بيفتح. البيدو بتقول له حصلت حاجه مموجه، وتفاجئ اكتر من شخصيه بتتكلم، وده ما كانش بيحصل حرج السلطان، واتحرك عادي يعني لسه قوته موجوده. وكمان اكتشف انه يعرف يشم ويحس كانه انسان طبيعي جوه اللعبه. فامر الخادم اللي قدامه اللي اسمه سبيس انه يخرج يشوف الجزء من بره، وبيقول له لو في اي حاجه غريبه، وبيأمره البدو باستدعاء كل حكام الطوابق في اجتماع مهم هيكون في الطابق السادس. ومومونجا بيروح الطابق السادس عشان يتأكد ان كل الشخصيات لسه معاها ولا لا، وبيقابل هناك التوأم الأنثى أورو والذكر ماري وبيتكلم معاهم وبيتأكد انهم لسه في صفه. فبيجرب السلجان وبيستعيد وحش ناري من المستوى 80، والتوأم بيهزموا الوحوش بكل سهولة لأن حكام الطوابق أقوياء جدا. وبيبدأ حكام الطوابق في الحضور في أول واحد وهي شلتيار مصاص الدماء، وبتحكم أول طابق والتاني والتالت تقريبا كده فاضية جدا. وكوكتيكوس حاكم الطابق الخامس، وأوراومار دي حاكم الطابق السادس، وديميرجوس هو حاكم الطابق السابع وأصله شيطان. وأخيرا البدو رئيسة الحكام بتقول لحاكم الطابق الرابع ما جاش هو وحاكم الطابق الثامن عشان هم في مهمات حاليا. وسبيس بيجي بيقول له في مشكلة الطبيعة المحيطة بالمملكة اتغيرت، احنا دلوقتي في منطقة غير معروفة ومفيش أي بشر قريبة مننا، بس احنا في وسط السهول ومكشوفين لأي حد ممكن يقرب مننا. في اللحظة دي البدو ودومرجيس بيعمل نظام دفاعي وهجوم لحماية المملكة، وبيؤمر ماري باستخدام سحر الأرض وتخفي المملكة، والكل بيبدأ ينفذ الأوامر. ومونامونجا بيكمل في اختبار قدراته اللي لسه بيعرف يعملها، وبيخرج يستكشف المكان وبيتفاجئ بديمرجوس وحراسه اللي بياخدوه معاها، وبيخرجوا يشوفوا السما وشكل النجوم والقمر. فبيفكر وبيقول انه يقدر يحكم العالم ده كله بقوته. وفعلا اليوم اللي بعده بيستخدم أداة بتخليه يشوف مناطق بعيدة، وبنلاقي قرية بتتعرض لبعض هجوم عن طريق فرسان شكلهم من قطاع الطريق، بس هم فرسان مملكة. ومونامونجا بيقول وانا مالي سيبهم يموتوا. بس لما افتكر الشخص اللي صنعه واللي ساعده لما دخل اللعبة من ايد لاعبين تانيين، مونامونجا قرر انه ينقذ القرية. خد السلجان وراح القرية. في الوقت ده جنديين بيجروا ورا بنت واختها الصغيرة وأصابوها في ظهرها، وفجأة البوابة بتتفتح وبيخرج مونامونجا اللي بيستخدم سحر وبيطلع قلب جندي، والتاني بيحاول يهرب بس بيضربه بالبرق وبيموته. وفي الوقت ده فعلا بيعرف انه اتحول لوحش وما حسش بأي حاجة لما بيقاتل إنسان ولا بيخاف من منظر الدم حتى. وبيستخدم تعويذة فارس الموت، سائل اسود بياخد جسم جندي
وبيتحول لوحش عملاق. منامونجا بيأمره إنه يروح القرية ويقتل الجنود، والبدو بتيجي وبتكون لسه لابسة لبس الحرب وبتقول له اقتل الصرصارة دي، وبيقول لها اهدي دلوقتي، الناس اللي لابسين دروع هم أعدائنا. وبيدي البنت جرعة علاجية بتشربها وبتعالج كل جروحها، وبيحطها في درع حماية لحد ما بيخلص على الجنود. وبعدها بوكين بتقدر تستدعي بيهم جيوش للحماية. وفي القرية فارس الموت نازل ضرب في كل الجنود، والسيوف مش نافعة مع قوة جسمه، وأي حد بيقرب منه بيقسمه نصين. ومن غير أي رحمة قتل نص الجنود. وبيظهر منامونجا وبيقول توقف، وبيقول لباقي الجنود هسمح ليكوا تمشوا وانشروا اسمي في وسط الناس. ومنامونجا بيتكلم مع زعيم القبيلة، ومكافئته ليه بيعرف معلومات كتيرة. وأول حاجة اللي الفلوس كانت معاه في اللعبة ما ينفعش في العالم ده، بس الدهب ينفع بس بيكون في خطر في استخدامه. تاني حاجة القرية اللي هم فيها ومملكة نيازريرك موجودة داخل حدود إمبراطورية اسمها ريتسرارز، على حدود الإمبراطورية في إمبراطورية تانية اسمها بهروز، والاتنين مش بيحبوا بعض وطول الوقت بينهم حروب. وكمان في دولة تانية اسمها سلين، ودي برضو بتكره الاتنين وبتتمنى تدمرهم بأي طريقة. والجنود اللي كانوا لابسين دروع كان المفروض إنهم بهروز، وتقريبا دي خدعة من دولة سلين عشان تعمل حرب بين الإمبراطوريتين. وآخر حاجة عاصمة إمبراطورية ريتسارز، وهي مدينة أرتنارد، فيها مغامرين مهتمين وهي محاربة الوحوش مقابل الفلوس. وفي اللحظة دي بيوصل جنود مملكة راتسريز بقيادة جيريل إسترانفوس، أقوى جندي في العالم، وبيشكر منامونجا على حماية القرية. بس بيوصل لهم أخبار إن صحراء من دولة سليم بتحيط بيهم من كل مكان، وده بيعرفنا إن الفرسان اللي كانوا موجودين فعلا من قرية سلين، والهدف من كده هو استدراج إسترانلوف وقتله لأنه بشكل تهديدي سوى جدا ليهم. وإسترانلوف بيقول لمنامونجا أنا عايز أجرأك وتحارب معايا، ومنامونجا بيرفض، وإسترانلوف بيشكره وبيقول له أنا أتمنى تفضل وتحمي أهل القرية عشان هم فعلا محتاجينك. ومنامونجا فعلا بيوافق وبيدي تمثال صغير هدية لإسترانلوف، وبياخدها وبيمشي هو وال50 جندي اللي معاه. وبتكون الخطة بتاعتهم هي مهاجمة الصحراء لحد ما يلاقوا أي ثغرة يهربوا منها. وفعلا بيوصلوا الصحراء وكل واحد بيستدعي تمثال عملاق وبيقتل الجنود اللي استنزفوا، وهو الوحيد اللي بيقدر يقتل التماثيل الصغرى، وبتفتح وبتهرب منها كل الجنود. وبيفضل استرانسوف وحواليه التماثيل، والجنود بتسمع صوته وبيرجعوا تاني عشان تحمي قائد المكان. والمكان كله بيبقى مليان جثث ومفيش غير استرانسوف اللي بيفضل واقف وبياخد كل الخبطات لوحده، والقائد بيأمر بقتله. واسترانسوف بيلاقي نفسه في القرية والتماثيل اللي خدوه بيختفوا، وبنعرف ان التمثال ده كان وسيلة نقل بيخلي استرانسوف ينتقل مكان مامونجا، ومامونجا بينتقل مكان استرانسوف في المعركة. ومامونجا بيقول لهم ان اسمه ايران الجوان وبدافع عن القرية اللي ورايا دي، وبما انك جاتلك الجرأة تهاجمني فسلمني حياتك يا اما هاخدها انا بنفسي. والقائد بيأمرهم يهجموا على مامونجا، وبيمسك تمثالين وبيندمجهم في الارض وبيخفيهم بتعويذة واحدة بتخرج دايرة كبيرة جدا بتخفي باقي التماثيل، والسحر بيهجمه بتعويذة ولا واحدة بتأثر عليه. والبيدو بتهاجم سحره وبتفجر دماغه، وبتقول لمامونجا محدش فيهم يستاهل ينول شرف انك تحارب القائد. وبيأمرهم تمثاله يهاجموا مامونجا، وفعلا بيهاجموه بالسيف بتاعهم، بس هيت بيصطادوا بإيده، والإيد التانية بيخرج شعلة بتحرق التمثال وبتخفيها. والقائد والسحرة بيترعبوا ومفيش أي طريقة بيهزموه بيها، وبيطلع من إيده كريستالة بتعتبر كنز من دولة سيلين. ومامونجا أول لما بيشوفها بيعرف إنها كانت تعويذة في اللعبة يانجرليس. والقائد بيستدعي أقوى تماثيل عنده من مستوى السحر 7، وبيضرب مامونجا بشعاع الضوء. ومامونجا بيقول أخيرا قدرت أحس بالألم دلوقتي، دوري بقى عشان أوريك. بيستخدم تعويذة الثقب الأسود وبيعرف يسحب التمثال جوه وبيدمره. وبعدها هو والبيدو بيخلصوا على كل السحرة، والقائد بياخد جثثهم وبيطلب كل رؤساء الطوابق من التاني، وبيقول لهم إنهم هيغيروا اسمه من مامونجا لإيزي جوان. وديرهام هو اللي نشر الاسم في كل أنحاء العالم، وإن سبب اختيارهم لاسم إنه كان في اسم مشهور في لعبة يانجريس، فلو في أي لاعب لسه موجود في العالم هيعرفه. والبيدو بيقول لإيزي إن من جثة قائد الجيش عرفنا إن هو قائد الكتيبة في دولة سيلين، وبيمثل الكتاب المقدس للشمس، وإن دولة سيلين بتحتكر الأجناس ما عدا البشر، يعني هم يعتبر عدو مباشر ليه. وعشان ينشر اسمه بيدي شيلان ويزبيتس مهمة في مدينة وايل بيلز، وبياخد الدرع بتاعه وبيروح للعاصمة إلنترالز مع واحد من الخدم، والخدم أقل من رؤساء الطوابق، وبيدخل المدينة وبيسجل في نقابة المغامرين، وبياخد أقل رتبة لأنه لسه جديد، وبيروح فندق المغامرين. وأول لما
بيدخل فيه 3 أشخاص بيقولوا إن ده لسه جديد وممكن نصطاده، وواحد بيروح حاطط رجله قدام إيزي اللي بيخبطها وبيقول له أنت كسرت رجلي، أنا عايز فلوس عشان أتعالج. وإيزي قال له حاضر بس هكسر جسمك كله وبعد كده هعالجك، وشاله ورماه على الترابيزة اللي بتبقى عليها بنت وقالت له أنت كسرت جرعة العلاج بتاعتي اللي بقالي سنة بجمع فلوسها ولازم تديني تعويض. والخدامة اتعصبت وكانت بتطلع السيف بتاعها وبيوقفها وبيقول لها ولا تزعلي خدي واحدة بدلها، وبيطلع مع نبرة الأوضة قبل ما تقتل حد وبيقول لها دلوقتي احنا مغامرين واسمي كمغامر هيكون مومن واسمك هيكون نابي، أنا عارف إنك مش بتحب البشر بس لازم تسيطري على نفسك وتتعاملي معاهم، ومهمتنا الرئيسية هي معرفة معلومات عن العالم، ولما نعلف رتب المغامرين الناس هتحترمنا أكتر ونقرب من الملوك أكتر، وأول حاجة لازم نعملها هي كسب الفلوس لأن احنا هنا مش معانا فلوس. والبنت اللي معاها الجرعة بتروح لصيدلي المدينة واسمه انفيريا وبتقول له عندي جرعة علاجية عايزاك تقول لي رأيك فيها، فبياخد الجرعة وبيديها لجيتي اللي بتندهش بيها وبتقول له إن طلع الجرعات العلاجية بيبقى لونها أزرق بس دي العكس لونها أحمر، ودي الجرعة المثالية ومفيش أي شخص قدر لحد دلوقتي يعرف يصنعها. والجدة بتقول للبنت على فكرة الجرعة دي غالية يعني اللصوص هيبقوا عايزينها وأنا ممكن أقول عليها وممكن ما أقولش بس على شرط تعرفيني خدتها من مين. وإنزي بياخد نابي وبينزل عشان يختار المهمة وهو لابس درع ضخم ومش عارف يقرأ اللغة المكتوبة لا هو ولا بابي، واللي المهمة بتكون مكتوبة بيه، وبياخد مهمة وبيدي للمسؤولة بتاعة النقابة وبيقول لها هي دي المهمة اللي أنا عايزها، بس بتقول له مش هينفع إنها الأعلى مستوى في المغامرين، وبتقول له تن في قانون بيمنع حد من الرتب القليلة يعمل مهمة من الرتبة العالية، ومامون بيقول لها فهمت وبيطلب منها تديله أعلى مهمة ممكن ياخدها، وبيظهر من وراه فريق وبيقول له ممكن تبقى معانا، عندنا مهمة قتل الوحش اللي بتبقى على حافة المدينة، وفريقنا مكون من 4 أشخاص، الزعيم اسمه بيتا ومعاهم واحد عنده خاصية السحر وبيعرف يتعلم أي سحر في نص المدة. ومامون قال لهم مش موافق أنضم معاكوا أنا ونابي وإحنا من جنوب البلاد وأتمنى إننا نساعد بعض، فبينزل عشان يروح المهمة معاهم، ومسؤول النقابة بتعرفه إنه في مهمة هو مطلوب فيها بالاسم، والمهمة دي اللي قدمها انفيريا، وانفيريا بيطلع عنده موهبة لاستخدام جميع أنواع السحر ويعتبر مشهورة جدا في المدينة، وبيطلب من مامون يحميها لأنه رايح يجمع بعض المواد الصيدلية. والمغامر اللي كان بيساعده بره المدينة مامون بيقول له أنت تعرفني منين؟ أنا لسه جاي النهاردة وغير كده رتبتي قليلة ومفيش حد عارف إني موجودة هنا، فكده أنت عرفتني منين؟ انفيريا بيقول له سمعت عن المعركة اللي حصلت امبارح في الفندق وإنك هزمت ناس أقوى منك وأعلى في الرتبة، بس أنت الرتبة بتاعتك أقل فمش هدفع لك فلوس كتير. ومامون بيقتنع وبياخد الفرقة معاه في المهمة. وفي مكان تاني بنشوف المقاتلة كليمانتين وهي بتزور الساحر كاجي بعد ما سرقت تاج سحري من دولة سيلين ويعتبر من الكنوز المقدسة وواحد بس من مليون إنسان بيعرف يستخدمه، وعشان كده لازم تخطف واحد وهو أنفيريا. وبنرجع للفريق وهم بيبدأوا المهمة بتاعتهم واللي في الأول هي الذهاب للقرية، وفي الطريق بيقابلوا جيوش ومامون بيخرج جيوش وبيقطع أجسام الوحوش نصين، والفريق بيكون مندهش من اللي بيحصل وهو ازاي أصلا واحد واخد رتبة فضية وهو المفروض يكون في رتبة مراسل. وبيكملوا الرحلة لحد ما بيوصلوا لقرية أميري وبيقابلوا على القرية جيش وبيقابل البنت اللي أنقذها وبتكون استدعته، والاستدعاء بيكون بيك من البوكين اللي أعطاهم في حماية القرية. وأميري بتكون صديقة انفيريا وبتحكي له عن اللي حصل لها في القرية وإن في واحد اسمه إنز أنقذها من الجنود وكمان اداها جرعة علاجية خلت كل جروحها تخف وكان لونها أحمر. وانفيريا بيفهم كل الموضوع وبيرجع لإنز وبيقول له أنا عرفت حقيقتك وبشكرك جدا على إنقاذ أميريا، ووعده إنه مش هيقول لحد عن هويته، والحقيقة أنا طلبتك مخصوص عشان أسألك عن سر الجرعة العلاجية. وفي نفس الوقاية كليمانتين بتظهر وبتاخد المعلومات عن انفيريا وبتروح للساحر كاجي وبتقول له إنها هتساعده في إحياء جيش من الزومبي. وانفيريا بيوصل لمكان المواد وبتكون غابة بيعيش فيها كائن اسمه الملك الحكيم وبيبقى كائن أسطوري مرعب لأي مغامر. ومامون بيقول للفريق انفيريا لو الحكيم ظهر في أي وقت أنا هقدر أهزمه، وبيدخل الغابة لوحده. ساعتها بتظهر أورو وبيقول لها إنها تلاقي الحكيم وتجذبه ليهم وبتدخل تدور عليه وبتخرج من كهفه وكل الغابة بتسمع صوت انفيريا والفريق بيخرجوا بره الغابة وبيفضل مامون ومبابي مستنيينهم وبيجيبوا لهم هجوم من الظلام بس هو بيصدها. والحكيم بيقول لهم أحسن باين عليك قوي وأنا هديك فرصة تخرج من الغابة من غير ما أذيك. ومامون بيرفض وبيقول له وريني شكلك الأول. وفعلا الحكيم بيظهر بنفسه وبيكون فار أو هامستر وشكله شبه التعبان ومامون بيرمي عليه تعويذة
بيقلبه على ظهره وبيهزمه، وهو بيقول له أنا كنت فاكرك قوي، وبياخد الوحش وبيخرج لفريق، والحكيم بيقول له إنه اتهزم على إيد مامون ومن النهارده هيعيش خادم ليه، والكل بيندهش وبيقول الوحش شكله كان باين عليه القوة. انفيريا بيقول لمأمون هو لما تاخد الحكيم من الغابة مش ممكن الوحوش تبدأ تتزايد وتهاجم في القرية؟ فالحكيم بيقول ممكن، ومأمون بيقول لا ممكن أوعدكم إن القرية هتفضل تحت حمايتي. وبعد ما بيجمعوا كل المكونات بيرجع مأمون ومبابي وبياخدوا الحكيم وبيروح النقابة عشان يسجلوه كمرفق، وانفيريا والفريق بيروحوا على بيت انفيريا عشان يوصلوا المكونات. بس أول لما بيوصلوا بيلاقي كلامنتين مستنيهم وبتخرج سلاحه، ومأمون بيخلص تسجيل حكيم الغابة كمرفق ليه وبيقرر يسميها موسكي، وبيقابل جد انفيريا في السوق وبيروح معاهم البيت عشان ياخد مقابل المهمة من انفيريا. بس أول لما بيدخلوا بيلاقي أجسام المغامرين على الأرض بيبدأوا يتحركوا مع بعض، وأول لما بتتحول لزومبي بيطلع سيفه وبيقطع راسهم، وبيدور على انفيريا ومش بيلاقيها، وبيلاقي جثة نينا بتعرضت لبعض التعذيب وماتت، وبيعرف إنها بنت وخبت حقيقتها عشان تطلع مهمات الفريق. ومامون بيقول للجدة إن انفيريا اتخطفت وبتقول له روح انقذها، وبيرد وبيقول لها إنه مغامر وإنها تروح تقدم طلب في النقابة وهو هيوافق، وبتروح فعلا تقدم مامون وبيخرج كل تعويذات كتيرة عبارة عن كشف مواقع وإلغاء الاختفاء والرؤية وتقوية السحر، وبيعرف أخيرا يعرف إن انفيريا موجود في مواقع الآثار وحواليها جيش كامل من الزومبي، وبيقول للجدة يروح يبلغ النقابة بالمعلومات، وهو من بابي هيروحوا يرجعوا انفيريا. وعلى البوابة بتاعة المدينة بيظهر جيش الزومبي وبيحاول يقتحموا الأسوار، والحراس بيحاولوا يمنعوهم بس عددهم كان ضخم، ومامون بيظهر وبيقول لهم افتحوا البوابة، والراجل بيقول له انت بتقول ايه؟ الجيش هيقتلنا لو الباب اتفتح. ومامون بيقول له مش فارقة، وهو والفريق نط من على السور وفي لحظات دمر كل الجيش بسيفه. بس عدد الزومبي بيزيد كل لما يقتل منهم، ومامون بيستدعي 2 شياطين يفضوا الطريق قدامه هو ونابي عند الساحر كاجين، وبيسيب الحكيم على شجرة عشان يجذب انتباه الزومبي. وكاجين كان محاوط نفسه بساحر وبيعمل التعويذة، وبتظهر كلامنتين وبتقول له عرفت مكان انفيريا بسببك، وبنعرف انها بتاخد اشارة كل مغامر بقتله، وبيكملوا قتال وهيكون في بينا مكان مختلف، وبيروحوا بعيد فعلا، ومبابي بتهاجم كاجين وبيهجموا بالبرد وبتقضي على كل الصحراء اللي حواليها، وهو الوحيد اللي بيعرف يصد الهجوم، وبيستخدم الكرة السحرية وبيستدعي تنين الزومبي وقدرته انه منيع ضد السحر ويعتبر كابوس للساحر. بس مبابي بتخرج صفة وبتبدأ تحاربه، وبنشوف كلمنتين وهي ماشية ورا مامون وبتقول له ما تزعلش مني انا قتلت اصحابك. رد عليها وقال لها ما زعلتش، انا لو كنت مكانك كنت هعمل كده، هم كانوا ادوات بتستعملهم في نشر اسمي، بس انت بوظت خطتي وهتدفعي الثمن. وبنرجع لنابي اللي بتهاجم التنين وبتعرف تسيبه، وفعلا كاجن بيعالج التنين وبيقول لها مستحيل انت من رتبة مساري ازاي، وانت اصلا ازاي عرفت التنين؟ مش انت المفروض ساحرة؟ وبيستخدم باقي القوة اللي عنده وبيستدعي تنين تاني، ونابي بدأت تهاجم وتواجه صعوبة في مواجهة الاتنين. وبنروح لمامون اللي بدأ الهجوم على كلامنتين، وهجماته قوية بس هي سريعة الحركة وبتهاجمه بقوة وبتخرج خنجرين وبتتفادى السيف، وبتسيب كتفه وجسمه كله بيكون مغطى بالدرع ومفيش مكان هتعرف تصيبه فيه إلا منطقة العين، وبتجهز نفسها عشان تهاجمه وهو بيحاصرها بالسيف التاني، بس هي بتتحرك زي التعابين وفعلا بتغرز الخنجر في عينه، بس بتنصدم لأنه مش بيحصل له حاجة. بس مامون بيقول بصوت عالي نالي بأظهري قوة أنزريك، ونابي بتقلع ثواب المغامرين وبتقول لكاجن أنا دلوقتي هحاربك، والتنانين بتهاجمها وفي لحظة بتظهر من ظهره وبتغرز السيف في كتفه وبتقول له أنا أقدر أقتلك في ثانية، بس لازم تعرف الفرق بيننا، أنت كنت بتقول إن التنين مقاوم للسحر، واللي عايزاك تعرفه بقى إنها مقاومة للسحر المستوى السادس، وأنا بقدر أستخدم السحر من السحر المستوى السابع. وبتهاجمه بالبرق وبتدمر التنين وبتقتل معاهم الساحر كاجن. وعند مأمون اللي بيعرف السيفين في الأرض وبيقول لكلامنتين تعرفي تهاجميني، وهي بتتعصب وبتستخدم كل القوة اللي عندها وبتروح بأقصى سرعة عندها تغرز الخنجر في عينه، وبتستخدم البرق وبتطلع الخنجر التاني وتغرزه، وبتستخدم النار بس مأمون بيمسك كلامنتينا في ايده وبتقول له مستحيل ازاي انت لسه عايش؟ قال لها بسهولة لأن الأسلحة دي مش هتأثر عليا، وبيقول لها المعركة من الأول كانت بين مستخدمين السيف ومستخدمين السحر وهتعرفي الفرق دلوقتي. فبيبدأ يدوس عليها بإيده فبتقاوم وبتحاول تلفت انتباه مونو بأي طريقة، وبيقول لها الحل الوحيد اللي قدامك هو الموت، وبيمسكها بإيده التانية وبيكسر جسمها لنصين وبتموت. وبيرجع لمباي وبيقول لها هنسيب الجثث زي ما هي، وبيدخل يشيل التاج من على راس انفيريا وبيعالجه، وبيرجع
وبيرجعوا تاني للمدينة، ورتبته بتزيد عشان هو مغامر قوي وعرف يقضي على جيش الزومبي. وبنروح لشاتر وسباس اللي إيزي ادالهم في مهمة المدينة، وبعت معاهم خدامة اسمها شاولاس، وشكلهم كان غني، فالسواق اتفق مع عصابة يدخلوا ويسرقوا اللي معاهم. وفي نص الطريق العربية بتعطل وبيطلع قطاع الطرق، وشالتر بتقف وبتقطع رقبة واحد فيهم، وبتستدعي 2 من الخدام بتاعها مصاصين الدماء اللي بيقفوا يقتلوا العصابة كلها. وبتعرف من واحد فيهم ان تبع لبرلين وهو فارس حارب سيد الفرسان وكان مساوي ليها في القوة. وسبيس وشالتير بيكملوا طريقهم، وشالتير بتدور على برلين. وفي كهف في وسط الغابة بيظهر وهو سامع صوت من بره، والجندي بيقول لهم احنا بنتعرض للهجوم في وسط 3 بنات بتقتل في الجنود بره. وبريم بيخرج بيلاقي شارتير والاتنين المساعدين، وكل لما يقتلوا حد بيسحبوا دمه وبيتحول لكرة من الدم. وبرلين بيقطع واحد من المساعدين نصين، بس هي بتعالج نفسها على طول، وبكده بيعرف انهم مصاصين دماء. وشالتر بتمسك المساعدة وبتلزقها في الحيطة وبتقول لها مالكيش دعوة بيها، دي الفريسة بتاعتي. وبيتعرفوا على بعض الفارس برلين ومصاصة الدماء شالتر. وبرلين بتستخدم تقنية كمصاصين الدماء لمحاربة جيزير، وبيهاجم رقبة شالتير، بس هي بتمسك السيف وبيرجع وبيبدأ يهاجم، وبتصد الضربات بتاعته بالضفر بتاع صابعها. وبرلين بيقف وبيبدأ يتعب وعرف انه مش هيهزمها، والخوف اتملك منه وطلع يجري. وشارتر بتقول له مش هتعرف تهرب، وبتمتص كرة الدم بالكامل وبتتحول لوحش. وبرلين بيوصل لآخر النفق وجنوده مستعدين للهجوم، وبيسيبهم وبيدخل اوضته. وشالتر بتذبح كل الجنود وبتمص دمهم، وبتدخل ورا برلين بس بتلاقي باب خلفي وعرف يهرب منه، وبتتعصب جدا وبتخرج من الكهف، بس بتلاقي مجموعة من المغامرين وبتقتلهم هم كمان. ومش بيفضل غير مغامر واحد، ودي اللي قابلت مامون قبل كده، وبتعرف منها انها في مغامرة وعرف يهرب وراح يبلغ النقابة، فبترسل المساعدين وراه. وحصل هجوم من الغابة بيقتل المساعدين، وبتروح ناحية الهجوم وبتلاقي كتيبة عسكرية بتهاجم الفارس اللي بيصطاد هجمتها. وفي اللحظة دي 2 بيعملوا تعويذة اللي بتشكل حركة شالتر، بس وهي بتحدف عليهم هما الاتنين رمح بتخرمهم، بس هي بتفضل واقفة زي الصدى. وفي نيارزك إنزي بيبلغ إن شالتر خاينة اسمها تشاد من حكام الطوابق ومش بترد على أي اتصال. وإنزي بيستغرب شالتر من مصاصين الدماء والسيطرة العقلية مش بتأثر فيها، فإيه سبب الخيانة؟ فإنزي بيقرر إنه يروح يدور على شالتر، وبيلاقيها واقفة في مكانها من غير أي حركة. ومباي بتكلمه وبتقول له رئيس النقابة طالب حضورك عشان في مهمة. وبيروح فعلا لرئيس النقابة واللي كان مجمع أقوى المغامرين، وبيقول لهم في مصاصة دماء ظهرت وقتلت ناس كتير عايزاك تخلص منهم. ومامون قال له أنا عارف مصاصة الدماء دي، أنا حاربتها زمان والقوة بتاعتها كانت مساوية لقوتي، عشان كده أنا ههزمها وهحمل مدينة منها، بس مقابل ده أنا عايز أوصل لأعلى رتبة. وهي إيمنتات وواحد من الفريق قال لا، هخرج مع الفريق بتاعي وههزم مصاصة الدماء دي. ومامون بيقول له براحتك، بس لو رحت هناك هتموت. والمغامر ما سمعش كلامه، فإنزو وكل الخدم قتلوا فريقه بالكامل وقبضوا على إنزو وقالوا ما أنا قلت لك ما تجيش معايا. وماري بالعصاية بتخبطه على راسه بيموت إنز، وبيروح مع البيدو عشان يقتلوا شالتر. وأول لما بيقرب منها بيحس بالخطأ، فبياخد البيدو وبيضرب الأرض برجله من الغضب، وده بعد ما بيكون فهم اللي حصل إيه لشالتر. وهي المواد العالمية مواد أسطورية نادرة جدا جدا لدرجة إنه مش متخيل إنها موجودة في العالم. وإنز بيأمره برجوع كل حراس الطوابق، وبيزود الحراس لحد ما بيعرف مين هو صاحب المواد العالمية دي. وبيفضل سباس وسلوشن وهم اللي بره وبيكملوا المهمة بتاعتهم. وإنز بياخد البيدو وبيروحوا غرفة الكنوز، وبتكون مليانة بالذهب اللي جمعوه هو وأصحابه، واللي جواها مكان خفي، وبيشيل جوه المكان الخفي ده المواد العالمية وبيحميها بندور شخصية صنعها إنز ووداها حماية المواد العالمية، واللي بيمثل الماضي الأسود لإنز عشان صنعوا نسخة من نفسه وهو صغير. وبيتنطط وبيقول كلام عبيط. إنز بيثبته في الحيطة وبيقول له اخرس، أنا مش عايزك تفضحني عند البيدو. ودخل يشوف المواد واللي بيبقى معاها الدروع اللي أصحابه اداها قبل ما يسيب اللعبة، وإنه ممكن يبيعها ويكسب، بس هو صمم لكل واحد تمثال وحط عليه معداته ودرعه لأن ممكن يجي اليوم اللي يرجع، بس جه الوقت اللي يستخدمها فيه. وإنزو بيوزع على الحارس الأدوات العالمية عشان تحميهم، وبياخده هو ومجموعة من الأدوات ورايحين لشالتر. وبيروح للبيدو وبيقول لها إيه اللي بيحصل وإنز فين، وبتقول له إنز راح يحارب شالتر وده كان أمر منه. قال لها ليه سبتيه يروح لوحده؟ حتى لو هو أمر بكده كان لازم ترفضي عشان تحمي البيدو. وبتقول له إنز قال إنه هيقدر يهزم شالتر. قال لها إما هجمع الباقي واروح أساعده. والحرس بيوافقوا وبيقولوا مش مسموح إنك تخرج من الأوضة. ودي مرجوز بيقول للبيدو إن لو إنز حصل له
حاجة هشيلك من منصبك كقائد. وبنروح عند إنزل لأول لما بيروح عند شالتر بيعمل تعويذة تقوية، وبعدها تعويذة قوية بتدمر المكان اللي واقف عليه شالتر، بس هي أخيرا بتتحرك وبتستخدم الدرع اللي بيحميها، وعارفة إنس اللجوم بس هي مش عارفة هي خالته ليه أو حتى مين هو سيدها الحالي، وذاكرتها بتكون ضعيفة، وكل ده بسبب التعويذة اللي اتعملت عليها وما كملتش عشان قتلت الاتنين اللي كانوا بيعملوها، فبقى عندها أمر واحد وهي إنها تدافع عن نفسها في أي وقت، وبتبدأ بينهم معركة والهجوم بيكون متساوي بين الطرفين، بس المختلف إن في حد للقوة السحرية بتاع إنز مع إن قوته أسطورية وفي نفس الحوار مع شالتر، بس الفرق إن في رمح بيعالج كل الجروح اللي حصلت ليها بشرط إنها تكون ازدادت للعدو اللي قدامها شالتر، وبتستخدم رمح مخصص لأبطال السحر، بس كل تقنية بتستخدمها إنز بيرد عليها بتقنية أقوى، فبتلجأ لقوة تقنية عندها بتستدعي نسخة من نفسها عندها نفس قوتها، وكمان بتستدعي وحوش وبتقتل فيهم، وبكده بتشفي كل جروحها. وإنز بيستخدم سحر أسطوري وهو مؤقت زماني، وبيتحرك وبيتثبت عند نقطة معينة وبيحمي كل اللي قدامه، وفعلا بيعرف يلغي كل التقنيات اللي عملتها شالتر، ومش بيفضل إلا القتال اليدوي. وإنز بيفاجئ الكل وبيستدعي الأسلحة اللي سابها له أصحابه، وبيستخدموا واحد ورا التاني، وبيقدروا بيهم يوقفوا شالتر لحد ما يوصلوا لنقطة واينز، وبيستخدم واحد من المواد العالمية وبتختفي شالتر من الوجود. وإنز بيرجع نزارك ومعاه كل حراس الطوابق، وهدفه إنه يرجع شالتر باستخدام ملايين من القطع الذهبية، لكنه مش متأكد شالتر هترجع لطبيعتها ولا لا، وحراس الطوابق بيقولوا احنا اللي هنعرف نحاربها وانت مالكش دعوة بالموضوع، كفاية انك حاربتها أول مرة لوحدك. وإنز بيستخدم سحر وبيضحي بملايين القطع الذهبية وبتتشكل وبتكون شالتر وكانت في حالتها الطبيعية، والمشكلة بس إنها فقد الذاكرة، وآخر حاجة فاكراها هو قتال برلين، ومش فاكرة مين اللي نفذ عليها التعويذة. وفي الوقت الحالي سباس وشالوز مكملين في مهمتهم، واينز بيأمر البيدو وبيجهز فرقة عشان لو في أي لحظة العدو يحاول يقرب من سباس نقتله في أي لحظة، وبيفكر إن هو ممكن يكون جيش من الموتو وبيحارب بيه الأعداء. فالبيدو بتقول لهم إنهم اكتشفوا قرية نن الساحلي ممكن نستخدمها في التجارب دي، وفي مدينة سيلين بيظهر الفارس اللي حارب شالتر، وبنعرف إن كنيسة سيلين هي اللي ورا اللي حصل لشالتر، بس هم فشلوا في السيطرة الكاملة على شالتر. وفي المدينة مامون بعد ما هزم مصاصة الدماء يصبح ثالث أقوى مغامر في ظل نقابات العالم، وبيأمر أنفريا وجدته إنهم يروحوا قرية أميري، وبيحط خدامة بحماية القرية، وجزير بيراقب برلين وهو نايم في الشارع بيعيط، ومامون بيكمل انتصاراته وبيهزم سحلية عملاقة وبتكون عندها القدرة على تحويل أي إنسان لحجر، واسمه وشهرته بيزدادوا يوم عن التاني، وبيقدر ياخد خريطة عن العالم اللي هم فيها وكل مواقع الممالك البشرية. نزرارك زي ما قلنا قبل كده موجودة بين ممالك بهروس ومملكة راتسا اللي ما بينهم معارك طويلة طول السنة، والأرض اللي بيكون فيها نزارك في الغالب بتكون مكان للمعارك، عشان كده إنز بيدي أمر الأروى بصناعة نسخة مزيفة من نزرارك في الغابة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا، وعاوزكم تقولوا لنا إيه أكتر جزء حماسي عجبكم في الفيديو. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، مع السلامة.